اهي دي التحلية اللي بتجهز في 5 دقايق وتخلص وتتاكل معاكي برضو في 5 دقايق. دي بقى الجمال اللي ما تقدريش ابدا تقاوميه. حاجة حلوة جدا يا جماعة وسهلة وبسيطة، من غير فرن، من غير بيض، من غير دوشة كتير. بتتعمل كلها في الخلاط وبتتاكل كده معلقة وتجر معلقة، ما بتقدريش ابدا تقاوميها. وكل اللي بياخد بيقولك انا عايز تاني. جميلة جدا وسهلة وبسيطة. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله. ندخل نشوف الجمال ده عملناه ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه جبت الخلاط بتاعي ونزلت كده في الخلاط ب4 بواكي من البسكوت. 4 بواكي من البسكوت او 4 باكت كده من البسكوت. استخدمي بقى اي بسكوت ساده انت تفضليه. وعلى على 4 بواكي البسكوت ده نزلت ب3 كوبايات كبار من الحليب. 3 كوبايات كبار كده، اللي هي الكوبايه ال 200 مللي من الحليب. طبعا الحليب الساخن سخنته على النار كده لغايه ما يوصل لمرحله الغليان. بطفي عليه وبنزل بيه كده على البسكوت. وبعد كده بنزل بظرف كده او باكت من الكريم كراميل. وكمان معايا معلقتين كبار هرميين من الكريم شانتيه، او معلقتين كبار هرميين كده من القشطه، او علبه قشطه. الخطوه دي اختياريه بس بتدي غنى كده وطعم حلو قوي. بضربهم في الخلاط كويس جدا لغايه ما كل الخليط ده ينعم معايا بالشكل اللي حضراتكم هتشوفوه ده. لو حابه الخليط يبقى قوامه اتقل من كده، بدل ما تحطي 3 كوبايات من الحليب حطي 2.5 كوبايات بس من الحليب. بس بالنسبه لي كان مظبوط جدا. نزلت كده بكل الخليط في صينيه بايركس اللي هي الحجم الوسط. مش قادره اوصف لكم يا جماعه الطعم عامل ازاي، وفيها مطه الايس كريم كده واحلى من الايس كريم بكتير. خطيره. بدخلها بقى التلاجة تتماسك كده لمده ساعه. بعد كده ببدأ على طول أجهز في الطبقة التانية. والطبقة التانية دي عبارة عن باكو كده من الشوكولاتة اللي هي 200 جرام. استخدمت الشوكولاتة الدريم اللي حضراتكم شايفينها دي، طعمها حلو قوي. بنزل بيها كده في كاسرولة أو حلة صغيرة. وبعد كده بنزل عليها كمان ب1/4 كوباية من الحليب. 1/4 كوباية بس مش أكتر. برفعها على نار هادية خالص. ببدأ أقلب فيها لغاية ما الشوكولاتة تبدأ تسيح. أستمر في التقليب لغاية ما تسيح بالشكل ده. بخرج بقى التحلية بتاعتي من التلاجة وهي تماسكت زي ما حضراتكم شايفين كده. بنزل عليها بقى بصوص الشوكولاتة بالشكل ده. لو حابين صوص الشوكولاتة يبقى أخف من كده، زودوا معلقتين كمان من الحليب. بس أنا بالنسبة لي كان كويس جدا. بحب صوص الشوكولاتة يبقى متماسك كده، وابقى حاسة كده ان انا باكل شوكولاتة طبيعية. ببدأ افرده كده بالسباتولا بالشكل دوت بالراحة خالص لغاية ما اغطي كده الطبقة التانية تماما. بصوا صوص الشوكولاتة تقيل وكميته حلوة جدا وخطير يا جماعة. اول ما فردته كده وغطيت الطبقة التانية بالسباتولا، بدخلها كمان التلاجة مرة تانية لمدة ساعة بالظبط. بصوا ما عملناش اي حاجة على النار ولا حطينا اي حاجة على النار، كلها سهلة جدا متاخدش منك وقت خالص. هنا بعد ساعة كنت خرجتها من التلاجة. بصوا بقى طبقة الشوكولاتة ماسكة نفسها ازاي. الطبقة التانية اللي تحت دي جوسي كده وطرية وفيها مطة خطيرة، طعمها يجنن يا جماعة. البسكوت مع الحليب مع الكريم كراميل مع الكريم شانتيه مدين طعم حلو قوي. بصوا بقى خطيرة. معلقة بتجر معلقة كده، ما تحسيش بيها خالص، ما تحسيش بنفسك غير وانتي مخلصاها. وكمان الولاد ياخدوا ويقولك احنا عايزين تاني كمان. بصوا خطيرة جدا. الطبقة اللي تحت دي طعمها تحفة مع الصوص بتاع الشوكولاتة المتماسك ده، خطيرة جدا. بصوا يا جماعة بتخلص في دقايق. جربوها، سهلة جدا وبسيطة وهتعجب ولادكم جدا. اتمنى يكون الوصفة النهاردة والطريقة عجبتكم. ما تنسوش يا حبايبي لايك كتير للفيديو عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد. تعليق حلو منكم، تعليقكم بيفرحني جدا. وشير كمان كتير للأصدقاء عشان الكل يشوف الوصفة الخطيرة دي وينفذها. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.